سبق صحفي كبير حققته صحيفة المنتخب المغربية بعدما أجرى بدر الدين الإدريسي رئيس التحرير حوارا حصريا مع مدرب منتخب بلجيكا قبل المشاركة في مونديال قطر ومواجهته لأسود الأطلس. نتابع أبرز ما جاء في الحوار. روبرتو مارتينيز قال للرياضية المغربية: أحفظ منتخبكم على ظهر قلب وعن ظهر قلب، ولديكم منتخب موهوب ومواجهتنا لكم معقدة. مارتينيز أضاف: من قال إننا مرشحون مع كرواتيا لعبور الدور الأول. نبقى مع صحافة المغرب هذه المرة مع صحيفة الصحراء التي تحدثت عن المنافسة بين عدد من الحراس للتواجد في القائمة النهائية لأسود الأطلس في المونديال. اليومية المغربية تحدثت عن الصراع الكبير على مقعد الحارس الثالث في قائمة منتخب المغرب. ذكرت أن المنافسة محصورة بين حارسي الوداد محمد رضا تكناوتي وحارس اتحاد الفتح الرياضي المهدي عبيد، والمتواجدان في القائمة الموسعة للمدرب وليد الركراكي، في حين فقد أنس زنيتي حارس الرجاء حظوظه في التواجد بعد الجراحة التي أجراها مؤخرا. والمعروف أن مركزي الحارس الأول والثاني محسومان لياسين بونو حارس إشبيلية الإسباني ومنير المحمدي حارس الوحدة السعودي. إطلالتنا الأخيرة إذن على شارع الصحافة العربية اليوم من تونس، حيث تحدثت صحيفة المغرب عن ملامح القائمة التي اختارها مدرب نسور قرطاج للمشاركة في مونديال قطر. اليومية التونسية قالت إن هناك مفاجآت في القائمة الموسعة، حيث من المنتظر أن يعلن جلال القادري خلال الأيام القليلة القادمة عن الأسماء التي ستشارك في معسكر الدمام قبل الاستقرار على القائمة النهائية في 14 من الشهر الحالي. التقرير لفت إلى أن هناك بعض عناصر المنتخب الأولمبي قد يتواجدون كالمدافع علاء غرام الذي يقتنع به القادري وسبق أن ضمه في دورة اليابان. حلقتنا انتهت، لكم منا أجمل التحايا، في أمان الله.